بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم أشرف فهمي. بنصور في التجمع الخامس، وده عرض مميز أو عرض غير تقليدي على القناة بتاعتنا. إنما كل لما بنلاقي حاجة كويسة بتعجبنا بنحاول نشارككم فيها. أنا هنا في التجمع الخامس، قريب جدا من مدرسة الشويفات وقريب جدا من شارع التسعين. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لايك وشير. شكرا، دعمكم يهمنا وتشجيعكم يهمنا. احنا بنصور في فيلا مساحه الارض الاجماليه 511 متر. مساحه المباني المسقوفه حوالي 1000 متر، عباره عن بيزمنت، غرفتين وصاله وريسبشن او ليفينج. والدور الاول 300 متر، عباره عن ليفينج وحمام ومطبخ صغير. الدور العلوي 5 غرف نوم، من ضمنهم غرفه ماستر 60 متر. الدور الثالث هي شقه منفصله، لان هم معدلين في المباني واخدين نموذج 10 يعني مصالحه. تمام. المبنى حلو قوي، المكان هادي قوي اهو. المكان راقي، بيقطنوا مستويات راقية، ونتمنى ان عرضنا ينول اعجابكم. ده مدخل الفيلا اهو. قبل ما نخش الفيلا، ده كده السلم اللي بيطلع على الاماكن عشان تفصل الشقق عن بعضها. وهنا غرفة الحارس، عبارة عن غرفة ومطبخ وحمام. وده الباب الجانبي بتاع الجراج، وده الباب الصغير. ده باب الجراج. الجراج بياخد له حوالي 3-4 عربيات، يعني المكان كله على الرمب كمان ياخد له حوالي 5 عربيات. طيب الناحية التانية دي كده الجنينة وهننزل لها. تمام. طب تعالى نصور من اليمين الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرمب اهو، وادي الباب بتاع الجراج اهو. دي الجاردن، معمولة لاندسكيب. طبعا الفيلا مسجلة في الجهاز باسم صاحبها، يعني سهل جدا تسجيل شهر عقاري. ده الجراج. ده ايه ده يا حبيبي؟ ده حمام. ده حمام لسه معمول جديد. طيب ادي الجاردن اهي. هنطلع من هنا كده. دي بقية الجاردن اهي، وادي المدخل من على البوابة. طيب هتقول لي البول يتعمل فين؟ ادي المساحة المخصصة للبول لغاية الحيطة. هحط لكم صورة البول، لان هم احنا عاملين تصميم للبول، وده يدخل على الفيلا. هنبتدي نطلع من هنا كده. 1 2 3 4 5. ده الجزء الجانبي من الفيلا. شجر مانجا، 5 مانجا و3 ليمون و1 استفندي. 5 مانجا و3 ليمون وواحدة يوسفي مثمرين. تمام. طيب ادي المدخل اللي جينا منه، وادي مدخل الفيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الله اكبر. تشطيب الترا سوبر لوكس. تشطيب الترا سوبر لوكس. ادي اول حاجه صالون. تمام. اول قطعه. تاني قطعه الصالون التاني. تالت قطعه اهي سفره، ودي دفايه ديكور. ده الباب اللي هيبقى نازله على البول. تمام كده.
التشطيب ما شاء الله الله اكبر، الترا سوبر لوكس. الارضيه رخام اهي، تمام. ادي الريسبشن بالكامل، ها، وادي المدخل اهو، تمام ماشي. ادي المطبخ الصغير، وفيس، عبارة عن وفيس. طبعا الالوان دي حسب ذوق صاحبها. وده الحمام اللي في الدور الارضي، حاجة في منتهى الشياكة بصراحة. دي المراية، سوق حلو وراقي، تمام. طيب كده يبقى احنا صورنا الدور الاول الارضي. تحت فيه بيزمنت، هننزل له واحنا نازلين، يعني هنطلع نصور فوق الاول واحنا نازلين هفرجكم الريسبشن تاني وننزل نصور الجزء بتاع البيزمنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلالم رخام ودرابزين حوالي نحاس مكلف جدا، ازاز معشق. التشطيب الترا سوبر لوكس. طيب ادي اهو الدور العلوي، تمام. طيب ده الدور العلوي. اهو هنا طبعا غرف نوم، في غرف مش هنقدر ندخلها بس هنشوفها في الجزء العلوي، هنشوفها في الجزء العلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اهو دي غرفة معمولة مجلس عربي، ودي غرفة مكتب اهي صغيرة، وده المدخل، ده ريسبشن. طيب ده الريسبشن اللي هو قاعدين فيه الكتاكيت دول. وده تراس اهو، ده تراس بيبص على الشارع اهو، تراس بيبص على الشارع. يبقى اهو ادي الليفينج والسفرة الصغيرة اهي. الإيمرالد نادر أكتر من الدايموند. تمام اهو. تعرف كده؟ طيب احنا دخلنا هنا اللي هي المجلس العربي، اوضه المكتب، وده الباب اللي بيخرج على السلم. طيب ده المطبخ بتاع الفيلا، ده المطبخ الكبير الرئيسي، حاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تشطيب برضه سوبر الترا سوبر لوكس رخام. طبعا دي غرف نوم مش هنقدر نصورها، هنصورها فوق لان في ناس قاعده، الفيلا ساكنه يعني. وده حمام رئيسي برضه اهو. ادي غرفه، ادي اتنين، ادي تلاته، من ضمنهم غرفه ماستر 60 متر، تمام. هنكمل الباقي فوق، نفس التقسيم ده في الشقه اللي فوق هنكملها، لان الفيلا بنعتذر انها ساكنه فوق، هيبقى بزياده اوضه. كده نخرج نطلع على السلالم يطلعنا عن الشقه المنفصله. يبقى الفيلا عباره عن بيزمنت وارضي واول، زائد الشقه اللي احنا طالعينها. مساحه المباني 300 متر، مساحه المباني 300 متر. ده غير الروف. ادي الشقه، نجيب المفتاح اهو. السلم ده هيطلعنا على الروف.
الحيطان معمولة كأنها حجر هشمي، بس هو مش حجر هشمي. هو المهندس اللي عملها شاطر ما شاء الله. معذرة، نجيب بس المفتاح. اهو ده السلم طلعنا على الروف اهو. دي الشقة اللي احنا داخلين نصورها، هي تبكي الأصل من الدور العلوي بتاع الفيلا. ما شاء الله الله أكبر، هي كلها مفتوحة على بعضيها اهي. طقم اهو هصورها لكم من الجناب، وادي الدخلة اهي. حاجة ما شاء الله الله أكبر، فيها حجرة زيادة. وادي التراس اهو اللي تحت برضو بيبص على. طيب نصور المساحة، نصور المساحة الإجمالية من هنا اهي. ده الباب اللي احنا دخلنا منه. شايفين هي كوبري ما شاء الله الريسبشن قد ايه اهو اهو. وده التراس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنخش كده اهو بتاع اليمين ده كده مطبخ زي اللي تحت بالظبط اهو. مساحته ما شاء الله الله اكبر، حاجه ممتازه. وادي حمام برضو زي اللي تحت اهو. وادي غرفه ما شاء الله مساحتها كبيره. الغرف اللي تحت التيبيكال من الغرف دي. وادي الغرفه الماستر 60 متر، الغرفه دي 60 متر اهي. ادي الحمام بتاعها اهو. طبعا التشطيبات كل واحد بيشطب على ذوقه هو، مش على ذوق حد. اهي الغرفه اهي، حاجه ما شاء الله الله اكبر. هنا ينفع دريسنج روم، وهنا ينفع اوضه نوم كامله واثنين فوتيل. وادي الاوضه الثالثه اهي. ما شاء الله الله اكبر. مساحات الاوض حلوه قوي. ممكن يكون الشيش عايز يتغير، بس حاجات بسيطه، تشطيبات بسيطه. هننزل درجتين هنلاقي الاوضه الغرفه الرابعه اهي. معلش هي مستخدمه، فيها حاجات تقريبا المطبخ حاجات المطبخ. شكرا. طيب كده فاضل نطلع الروف وننزل على البيزمنت، وكده يبقى الفيديو كمل. واتمنى العرض بتاعنا يكون عجبكم. طبعا الفيلا فيها جميع المرافق، فيها 5 عدادات كهرباء، فيها عداد ميه، فيها عداد غاز، يعني جميع المرافق موجوده في الفيلا. ادي الروف اهو. في اوضتين وحمام، وبقيه الروف فاضي. يتعمل فيه برجوله، يتعمل فيه سوايه، يتعمل فيه فرح، يتعمل فيه كل حاجه. ادي مستوى المنطقه اللي احنا نصور فيها، وادي الشارع، وادي الفيلا. طبعا احنا قريبين جدا من الشويفات. تمام كده ننزل نصور البيزمنت. كده رجعنا تاني اهو. ادي الريسبشن اللي احنا صورناه في الاول، وقلنا هنطلع نصور فوق وهنرجع ننزل نصور البيزمنت. البيزمنت جزء منه جراج وجزء منه مستخدم ضمن الفيلا اهو.
في نوم يا باشا. اكيد. طب يا ريت كده. ادي البيزمنت اهو. طبعا هو فاضي ما فيهوش اي حاجه. تمام. وادي بقيه البيزمنت. دي ايه؟ دي قلنا برضه هي مقفوله. كده بقيه البيزمنت دي السلام. هنقول كل حاجه عن الفيلا في صندوق الوصف والسعر. واعذرونا احنا ما بنقولش السعر في الفيديو، لان الفيديو صعب التعديل السعر فيه، انما في الوصف انا اقدر اعدل في سعر المحتوى اللي انا بعرضه. فضلا وليس امرا مره كمان، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس. تمام. كان معكم أشرف فهمي من مزارع وأراضي البيع في مصر. وده المخرج، وكده نهاية الفيديو بتاعنا.